كان نفسي من زمان جدا اول ما اصحى من النوم انزل اخد مركب شراعيه في النيل لوحدي. النهارده انا عملت ده. انا الحمد لله وصلت ان الفيسبوك بتاعي البيج وصلت عدت ال 200,000 وشويه، وبقى عندي عدد فولورز محترم فوق ال 50,000. الكلام ده وصلت له ازاي؟ وصلت له عشان انا بحب اللي بعمله. اكتر موقف حصل معايا ما قدرتش انساه، ان كان في حد بعت يقول لي انت لفيت كل المكتبات عشان ادور على كتبك فما لقيتش اي كتب ليك، وانا ساعتها ما كنتش لاقي اي كتاب في السوق. موقف تاني كان على تويتر، كان حمزه نمره كان طالب كلمات اغاني وانا بعت له وهو رد عليا عمل لي ريتويت وقال لي الكلام عجبه جدا وشجعني. الموقف ده يعني اثر معايا جامد قوي. كتبت مره حاجه ان هو قلت افتح كل ترددات الانبساط في مخك واعمل بلوك لكل ترددات الزعل. فجاه لقيتها عملت ريتويت كتير جدا ولفت الفيسبوك ولفت تويتر والموضوع انتشر بشكل رهيب. فيسبوك وتويتر بقوا من اساسيات حياتنا. انا شخصيا مش عارف ان انا ممكن اقدر اعيش من غيرهم ولا لا لفتره كبيره، بس انا حاولت كذا مره، لقيت نفسي اخري قوي يوم ما ببعد عنهم ببعد اسبوع وبرجع مش قادر. الموضوع بقى زي الادمان يعني. انا لو هقترح هاشتاج اسمه اكتب نفسك. اقترحت دوت لاني انا بحب اكتب اللي جوايا، بحب اكتب انا مين، فعايز الناس كلها تعمل كده، تكتب نفسها. الهاشتاج اكتب نفسك انا عايزه يلف، عايز كل واحد يقول هو ايه، يعبر، يكتب، املى الدنيا، قول لهم انت مين. خلي بالك من دماغك. والله العظيم ارجع ابوك بره عدل. ايه؟ لا العكس. البلاستيك العكس. ايه اللي بلاستيك؟